جريدة النشرة. السلام عليكم ورحمة الله. معكم محمد الترغيني رئيس جمعية تنجيش للصيد الرياضي المنظمة لهذا الحدث اللي هو النسخة الثالثة ديال المسابقة الوطنية كأس العرش. هذه الخطرة اللي هي تحت إشراف الجامعة المغربية للصيد الرياضي البحري التي أتشرف أن أكون رئيسا لها. هذه المسابقة اللي كيشارك فيها ما يقارب عن 20 جمعية، 133 مشارك من مختلف الجهات ومختلف الأندية في جل المملكة. فيها جوج انواع ديال هذه المسابقه. هي كاين المسابقه اللي هي ديال الجمعيات اللي كيتنافسوا على الكاس وعلى اللقب الثالث ديال كاس العرش. ثم كاينه هذا المسابقات اللي بينهم اللي كيتنافسوا على الجوائز. وكنتمنى ان نكونوا يعني عند حسن ظن الاخوه اللي يوضعوا فينا الثقه، وكنشكروا السلطات وكنشكروا يعني هذا المجالس المنتخبه اللي تعاونوا معنا بشكل كبير باش ننجحوا هذا الحدث. اليوم كنتواجدوا في مراسم القرعه ديال كاس العرش اللي في النسخه الثالثه ديالها. وحنا ولله الحمد هذه هي يعني المره الثالثه على التوالي كنشاركوا في هذه المسابقه من بعد ما احتلينا المرتبه الثالثه في العام الاول. ان شاء الله كنطمحوا هذا العام ان شاء الله نكونوا في المراتب الثلاثه الاولى. وبالنسبه يعني المشاركات ديالنا السابقه، حنا كننتميو لعصبه الشمال. درنا 4 ديال المسابقات طيله السنه. الاولى كانت هنا في طنجه، والثانيه كانت في سيدي عبد السلام الشاطئ ديال مرتين، والثالثه كانت في العرائش، والثالثه والرابعه كانت في ترها، واللي احتلنا فيها ولله الحمد المرتبه الثالثه. بالنسبه لهذه المشاركه ان شاء الله كنطمحوا اننا نكونوا في المراتب الاولى. وكذلك يعني كنتلاقاو بجمعيات اللي كتجي من جميع ربوع المملكه، كتكون واحد صله الرحم، وكذلك يكون واحد الاحتكاك باش كتطور المهارات ديالك. جينا نشاركوا بهذه المسابقه ب5 ديال البينومات، 10 ديال المتسابقين. مسابقه كتعجبنا، كنجيو عندها كل سنه. تنظيم كيكون متميز، لذلك كنجيو كنحضروا. وكاين مازال 4 الجمعيات من الجهه الشرقيه. كاين الجمعيه ديال وجده والجمعيه ديال زايو وديال اطلايون العلويه، كاملين غادي يجيو نشاركوا في هذه المسابقه ان شاء الله، وكنتمناو التوفيق للجميع. باش نتقربوا اكثر كالعاده، لان من باب الاخلاق والادبيات منظر ولي الدار يوم جمعيه تنجيش للصيد الرياضي هو اللي غادي يكتسبوا الكلمه. الاعلاميين المصورين الرياضيين حتى بوي السي مصعب العمراني. ولكن واحد الانسان لا يمكن ان تكون تظاهره وما يكونش، ولا يجلس واخران هذه واحد المده باش واحد وإن يعلم الله في قلوبكم ويؤتكم خيرا وحتى إن شاء الله غادي يأتيكم الله خير. شاطئ بوغاز لك تحييوه خارج المغرب، النشاط الأخراني حييناه شارك روما، ولكن ما فاين اسم المنطقة اللي مسموح أحمد السياسي اسم المنطقة. هذا واحد من الصيادين الكبار اللي كيحمل كذلك على الأعتاب ديالو تسمى. جمعية تبكاو اللي هو السيد الشرقي.
سيكتور مراكز هذا الاجتماع اولا بعد نقاش مستقل دي جوج حرف أ سيكتور أ سيكتور أ جريدة النشرة.